بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من أحمد جولد. النهاردة عندنا حاجة مهمة جدا يا جماعة للي عاوز يشتري ذهب مستعمل أو بيشتري ذهب يعني متكسر يشيل فيه فلوسه ومدخراته بحيث ما يدفعش مصنعيات كتيرة. يركز كتير جدا جدا وهو بيشتري، بلاش يشتري خواتم بتبقى فيها زي ما انتم شايفين العلامات اللي موجودة دي اللي هي كتلة ذهب موجودة في الخاتم. ده قدامنا ده خاتم احنا قاطعينه يعني عشان خاطر ايه؟ نعرف عياره كام او دنيته ايه، بحيث ان القطعه اللي جوه دي بتبقى للاسف الشديد مليانه كاديوم ومليانه نيكل واشياء تانية ما بتبقاش ذهب. ويعني بعد قليل هنوريكم ان الحاجات اللي زي دي بيبقى عيارها واطي جدا، وانت بتلاقي مشكله كبيره لما تيجي تبيع ذهبك وتجيلي في محل الذهب تقولي لو سمحت انا عاوز ابيع الذهب ده، فبضطر اقول لحضرتك لا انا مش هقدر استلم منك الخاتم ده لان الخاتم ده بيبقى عياره واطي. فاللي هتشوفوه دلوقتي، الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي هيوضح لكم ازاي بنعرف الحته دي عيارها واطي او لا. فبلاش رجاء يعني ان احنا نشتري خواتم مستعمله او ذهب بنشيل فيه فلوسنا. ندقق شويه لان احنا يعني عاوزين ما ندفعش مصنعيه كتير، فبنضطر غصب عننا بعد كده بنخسر فلوس كتير. الفيديو اللي هتشوفوه بعد كده يعني دي تجربه عمليه بتبين لنا ان معظم الخواتم اللي بيبقى فيها زي ما انتم شايفين يعني كتل الذهب اللي موجوده في الخواتم دي بتبقى نسبه الذهب فيها قليل جدا. يلا نروح مع بعض على الفيديو ونتفرج عليه. مساء الفل عليكم يا جماعه كلكم. بصوا يا جماعه، والله انا يعني بوريكم يعني بيان على المعلم. احنا حكينا الجزء اللي فيه لحام وحكينا الجزء اللي فيه الدهب. بصوا بعد ما ينزل ميه النار ايه اللي هيتم يا جماعه. ده بالنسبه للجزء اللي هو السليم. بصوا الجزء اللي هو مش سليم هيعمل ازاي يا جماعه. ابتدى يختفي تماما، يعني ابتدى ما يبقاش ليه اثر اصلا. انا بحاول اوضح لكم، طبعا هي كاميرا موبايل. الدهب زي ما هو متبقى يا جماعه. بصوا دي راحت خالص، يعني في حته تانية، يعني ما عادش ليها وجود بصراحه. انا بحاول اوضح لكم اكتر اهو. بصوا يا جماعه ما عادش بقى ليها وجود اصلا. يعني ده يعني دي مش دهب جاي لي بصراحه. دي كده عيار 200، عيار 300 من 875. احنا في حته تانية. نهاركم كله هنا.